ليه انسان طبيعي كامل القوى العقليه يبطل ياكل سكر وشوكولاته؟ انا قررت ان انا اقطع سكر لمده 7 ايام. قلت انا في 7 ايام كده هاخدهم من حياتي مش هاكل فيهم اي سكر. وقلت انا هعمل فيديو ليكو وانا بصور نفسي وانا بلعب رياضه وانا كرشي مدلدل وقد ايه انا تخنت، وابدا بقى اقول لكم اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، وهوب بقى نعمل حاجه جديده غير قطع السكر. بعد كده مثلا ممكن نقطع، كنت هتخبط، كنت هقطع خلف، نقطع اي حاجه بقى، نقعد بقى كل يوم نعمل حاجه مفيده لحد ما بقى انسان جميل. وفي اللحظه اللي انا قررت فيها ان انا هعمل كده جالي تليفون من هاوس براند اللي انا كنت بعمل معاهم فيديوز في الفتره اللي فاتت، فهم كانوا جايين من ايطاليا فحبوا ان هم يعني ايه يعملوا معايا واجب، فجابوا لي الهديه اللطيفه جدا دي. قالوا لي انت هتقطع سكر، طب خد احلى شوكولاته ايطالي ممكن تاكلها في حياتك. فانا بس حابب اقول الاول ليهم شكرا جدا جدا على الشوكولاته الجميله، وحابب اقول لنفسي ان انا فاهم دي اشاره من ربنا. انا بحب السكر، مش هقطع سكر، انا هاكل حلويات يا جماعه. قولوا لي اعمل ايه؟ انا عايز ابطل سكر بس الدنيا هي اللي مش عايزه. فشكرا يا دنيا.